ابن حضرتك أو بنتك بيشتكي من ضعف الشهية، ميول للقيء، بيشتكي من بطنه على طول، أوقات كتير عنده إسهال، ريحة البول بتكون كريهة، في بعض الأوقات بتحسيه دافي أو سخن وبعض الأحيان لأ. كل الأعراض دي هي أعراض التهابات المجرى البولي. من الأمراض المنتشرة في الأطفال في سن المدارس التهابات المجرى البولي عند الأطفال، موجودة بنسبة من 20 ل 30% من الأطفال. أكتر عند البنات بسبب قصر المجرى البولي عندهم وسهولة انتقال العدوى. أكتر الأسباب اللي بتعمل ده في الدراسة إن أطفال كتير مش بتشرب المية، أو حتى لو بيشربوا كميات بسيطة جدا. كمان أطفال كتير مش بتدخل التواليت أو بتروح الحمام لأسباب إن هي بتكسل عشان بتلعب أو مشغولة في البريك، فبيكسلوا يدخلوا الحمام. للأسف ده مع أسباب تانية زي مثلا إن الحمام نفسه مش مجهز، أو في أطفال كتير بتبقى مش قادرة تدخل الحمام وقرفانة منه. ده غير كمان إن هما ممكن يكونوا بياكلوا مواد حافظة كتير، بياكلوا أكلات فيها ملح كتير، وده بيزود نسبة الأملاح اللي بدورها بتزود الالتهابات البولية عند الأطفال. للأسف تكرار الالتهابات البولية ده ممكن يوصل إنه يؤثر عند الطفل ويعمل له ارتفاع في ضغط الدم، وممكن كمان يعمل له مرض مزمن لا قدر الله في الكلى. كمان تكرار الالتهاب عند الأطفال ممكن يكون بسبب عيوب خلقية أو عيوب وراثية موجودة عند الطفل إحنا لسه ما شخصناهوش. ممكن كمان يكون عنده ارتداد بولي بسبب مثلا الصمام اللي موجود في الجهاز البولي. دلوقتي يا دكتور أنت قلقتني، أنت بتقول لي الكلام ده، طب أنا ابني في كل الأعراض دي، المفروض إن أنا أعمل إيه؟ أول حاجة لازم نتوقع المشكلة، يعني أنا ابني بيقول الأعراض ما أخدهاش باستسهال. تاني حاجة اللي هي أسهل حاجة وأسهل تحليل ممكن أعمله اللي هو تحليل البول، وده بتحليل كويس جدا وبيبين لنا كل الحاجات اللي احنا محتاجين نعرفها. بس تحليل البول ده له ضوابط احنا بنعملهاش للأسف. أولا لازم يكون العينة اللي باخدها عينة صباحية، يعني أول ما الطفل يقوم من النوم، ملهاش علاقة بإنه أكل أو ما أكلش، لأن أنا المفروض آخد أكتر عينة قعدت في جسم الطفل أو في المثانة أكتر فترة ممكن. كمان لازم يكون العبوة أصلا عندي جاهزة وتكون عبوة نظيفة ومعقمة، والعينة المفروض إن أنا آخدها في وسط تيار البول مش أول الحمام. وكمان المفروض إن أنا أوديها للمعمل تتحلل في ساعتها، ما اقعدش أكتر من ساعتين. الضوابط دي لو أنا عملتها بيستشف من البول كل حاجة موجودة عند الطفل. طيب لو أنا عايز أتجنب كل المشاكل دي من الأول، المفروض إن أنا أعمل إيه؟ بطريقة تانية، إيه هي سبل الوقاية من عدوى المجرى البولي؟ أول حاجة هي شرب كمية مناسبة من المية للطفل على مدار اليوم. تاني حاجة إن الطفل لازم يدخل الحمام أول ما يحتاج الحمام، لازم نعلمه إن هو يدخل مباشرة ما يمسكش نفسه فترات طويلة. وبرضه لازم نساعدهم في إن الأماكن اللي هيدخلوا فيها الحمام دي تكون أماكن مناسبة لهم وأماكن آدمية. مهم جدا ان احنا نبعد عن الاملاح، ونبعد كمان عن المواد الحافظه الكتير اللي بدورها اصلا بتعلي الاملاح وبتعمل للطفل خلل وتعمل له مشاكل. الطفل بمجرد ما يدخل البيت ضروري انه يدخل التواليت ويقعد ويغسل كويس جدا، وكمان لازم اغير الاندر كل يوم وممكن اكتر من مره في اليوم. بعض الاطفال اللي عندهم اعراض اصلا وبيشتكوا يفضل ان انا اعمل لهم زي دش كده بمطهر بشكل يومي يقعدوا فيه لمدة 10 دقايق. طبعا بقول لهم انه ما يستخدمش ايده تماما. ولو وصلت للمرحلة دي ان في اعراض وفي شكوى لازم اكشف مباشرة، ما ينفعش استنى. حتى لو انا عملت التحليل المفروض ان انا اروح بيه لدكتور عشان يطمن عليه، لان احنا في الاساس بنعالج الطفل مش بنعالج التحليل. ربنا يحفظ ولادنا. شكرا.